عمرك جربت تسأل خبير؟ هو انت بتعمل اللي بتقوله للناس؟ او شفت دكتور بيغلط غلطة المبتدئين؟ اوفلاين بودكاست، احنا بنشد الفيشة علشان نطلع الاجابات دي. وده مش بودكاست عادي، احنا في منطقة شك وريبة وضحك. بنلعب مع ضيوفنا لعبة الكروت المكشوفة وقوانين اللعبة. الضيف بيسحب كارت والموضوع اللي يطلع له هيجاوب عليه بكل صراحة ومن غير تفكير. عندنا كارت علامة الاستفهام، وده منطقة الخطر، بنسأل فيه سؤال شخصي جدا ملوش علاقة بالمهنة. وكمان عندنا كارت الجوكر، وهنا الآية بتتقلب والضيف هو اللي بيمسك السكينة ويذبحني بأي سؤال يجي على باله فداء للبشرية. وضيفتنا النهاردة دكتورة غادة وهدان، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري. جاهزين نشد الفيشة؟ يلا بينا. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوراني في البودكاست المتواضع. بنورك. احنا شرحنا الاستراكشر بتاعت اللعبه او قوانين اللعبه. احنا هنسحب كروت، كل كارت حضرتك هتسحبيه هسحب انا قصاده كارت واسالك فيه الاسئله اللي ليها علاقه بالموضوع اللي طلع لحضرتك. تمام كده. اخر كارت اللي هو الجوكر حضرتك تقدري تساليني فيه اي سؤال يجي على بال حضرتك. حلو، يلا بينا نلعب ونهفن. يلا يلا بينا، اتفضل. اسحب من هنا. ربنا يستر. لا عادي. اسئله على الماشي. ماشي. في لعبه اسئله على الماشي احنا هنسال اسئله سريعه وهترد عليا يا اما توكسيك يا اما عادي يا اما هنحط الجواب ده هيبقى تحت الاختبار. ماشي. تمام كده. تمام. يلا بينا. لو في علاقه مع حد وواحد منهم او طرف منهم سواء الولد او البنت قال للتاني اديني الباسورد احنا بينا ثقه، توكسيك؟ علاقه زوجيه ولا علاقه حب مش صداقه يعني حب جواز خطوبه. فايه بقى؟ باسورد الموبايل. يعني هو طبيعي ان يبقى في بيننا ثقه. بس مش لدرجه الباسورد ولا لدرجه الباسورد؟ لا طبعا كل واحد برضو ليه حاجاته الشخصيه. انا عارف ناس بتعمل بصمه على الموبايل التاني. لا دي صعبه شويه لان في كل واحد ليه مساحته الشخصيه. اكيد هي بتتكلم مع اهلها مع اصدقائها ده وارد يعني ده اقل واجب ده طبيعي. ماشي. طيب لو قاعدين في ديت وفي الماضي السحيق بقى قمت انا لقيتيني بشتم في كل علاقاتي اللي كانت قبل كده واقول لك ده اصلها علاقه وحشه، اصل مش عارف ايه، اصل كذا، ابقى توكسيك ولا عادي ولا تحت الاختبار؟ لا توكسيك طبعا. توكسيك ده كده من دي ريد فلاج. انا من اول ما يقول لي اصل علاقاتي سوا بتبقى واضحه ان هو على طول في دور الضحيه وان هم الناس التانية اللي وحشه. اكيد دي ريد فلاج باينه. طيب يعني ده كده هيبقى في دور الضحيه، يعني هيقعد يعيش قصه دور الضحيه دي كتير. اكيد ما دام كل الناس وحشه يعني مش طبيعي. تمام. في عندنا حاجه اسمها النجاح الصامت، اللي هو احنا مثلا انا مرتبط بواحده او متجوزه فهي اترقت في شغلها، خدت درجه علميه اعلى بتاع، فقلت لها مبروك بس خدي بالك يعني اصل الماده دي سهله، اصل شغلكم يعني انتوا بتشتغلوا في ايه عشان تترقي، ما ده طبيعي. عارفه حضرتك اللي هو ايه هبطها ده. كسر فرحتها. توكسيك ولا عادي ولا تحطيه تحت ده اوحش يعني يزعلني ولا انك تكسر فرحتي، يعني دي وحشه او مؤلمه جدا. لازم ان هو يعيش حتى المود او بتاع ما يقللش منها يعني. لا ما هو يرجع يقول لها انا قلت لك مبروك، انت عايزه ايه بقى اكتر من كده؟ ما هو يعني ما قالوش غلط. كنت لسه اقول لحضرتك لا مبروك ما انا مش مقصره اهو في حاجه. لا طيب. بس لا دي مؤلمه يعني وحش. طيب لو بيغيب كام يوم ويرجع يقول لك اصل انا كنت في ضغط عصبي ومتضايق وبتاع فما رضيتش اسمعك صوتي وانا متضايق لا ضايقك معايا، فقلت اقعد اخد مساحتي واغيب يومين كده وارجع لك تاني. توكسيك ولا عادي ولا تحطيه تحت هو الاون والاوف عامه في اي علاقه بقى سواء صداقه او ده يعني بيدمر العلاقه. يعني هتحسبيها ايه؟ توكسيك؟ تحسبيها توكسيك؟ احسبها توكسيك طبعا. تمام. ما دام ما عندوش عذر يعني اللي احنا كده فاشل في كل يعني ما كانش في المستشفى مثلا ولا عيان ولا حاجه. لا عادي هو اتضايق كده فقفل خلاص يعني فصلت. لا ماشي. طيب لو خارجين وراح قال لها ده لبسك حلو قوي بس غيريه، اصلك انت كده هيبان حلاوتك فالناس كده ممكن تبقي ملفتة للنظر فغيري. غيره؟ هو قال لها غيره بس هو اللبس ما فيهوش حاجه بدليل ان هو عاجبه. هو قال لها تمام. يعني ما فيهوش حاجه بره الرولز اللي هم حاطينها مع بعض. هو قال لها ده لبسك حلو بس انت كده زي القمر،
فغيريه بقى علشان هي الغيره مقبوله ومطلوبه، تمام. بس الحدود يعني في العلاقه الطبيعيه السويه طبعا. تمام، يعني نحط تحت الاختبار. انما لو هو بدافع السيطره واللبس فعلا مش مغري وهو اللي بيسيطر تفرق يا دكتور؟ او عايز يستحوذ عليها لوحده ومحدش يبص لها تفرق؟ تاني. تفرق لو هو عايز يسيطر عليها وكده؟ تفرق، اصل الغيره دي لو زادت عن حدها بتتحول اصلا كده لمرض، هيمرمطوا بعض في المحاكم، بيبقى عذاب. فهي مطلوبه لحد. تمام. ولازم الحدود دي تبقى واضحه من الاول. ماشي يعني. طيب لو كان عمل مشكله علشان عملتي لايك على لحد زميلك على الفيسبوك او الانستجرام او كذا، توكسيك ولا عادي؟ عمل مشكله خناقه يعني، توكسيك ولا عادي ولا؟ ما عشان كده بقول بقى لازم نبقى واضحين مع بعض من الاول. يعني موضوع الثقه ده بيتبني مع طبعا، فاحنا بنحط الحدود دي من الاول. يعني حدودك لحد هنا فانا مش هتجاوزها، فالثقه بالتالي مع الوقت هتزيد. تمام. طيب ما هو يعني انا مش فاهم، مش عارفه بقى يعني هي ما هو عملت لايك على اساس ايه؟ ما لايك ممكن عادي، فعلا حاجه في الشغل وكتب حاجه في الشغل، في موضوع في الشغل لا طبعا ده حقها عادي. انما افرض انه فعلا بوست مثلا مش لا، ما هو اكيد يعني مش هو حاطط صورته يعني هو على مثلا على البحر الله حبيبي فكده يبقى عنده لا ده كده مشكله. بالظبط كده مشكله بجد. طيب خلينا نسال السؤال اللي بعده، انه كل ما بتروحي تشوفي اهلك وشه يقلب 180 درجه ويطلع له مليون مشوار ولازم يعمله دلوقتي. ده زي ما قلنا الاستحواذ بقى. ما هو ده واضح ان هو استحواذ يعني، او عنده التوكسيك ده لازم يقطع كل العلاقات اللي حواليك. اهلك، اصدقائك، زمايلك، عشان بيبقى هو المصدر الوحيد للامان. انا فرحتي معاك انت بس. سعادتي وتعاستي وكله هو مصدر كل حاجه. فلازم يعمل الحكايه دي ويشككك فيهم، يعني خليكي تشكي في نواياهم. ده هم بيحسدوكي، ده هم بيغيروا منك. هو توصل للدرجه دي؟ ده حتى اهلك، اخوكي ده مثلا ولا اختك بتغير منك، فبتكرههم بجد. فخدي بالك ما تقوليش قدامهم كل حاجه بتاع. بالظبط. لا اقطعي خالص، ما تروحيش وما تشوفيش. انا شخصيا يعني على فكره وكل الضحايا بيستجيبوا للنقطه دي بالذات. ما دي هنخش لها، اصل دي يعني ده مغناطيس. انا قاعد بشد. ايوه. انا شخصيا لو السؤال ده اتسال لي او الكلمه دي اتقالت لي، انا خلاص بالنسبه لي الموضوع ده بره، انا اوت. يعني انت اصل يعني ايه اللي دخل ده؟ انا لازم اروح اشوف اهلي، مش هترهبن يعني. لا ما هو ليه تاثير بقى تاني خالص. بقولك بيخش لها من ناحيه ان هم بيغيروا منك بتاع، بيحقدوا عليكي. ماشي. هنسال اخر سؤال او اخر سؤالين. خارجين وبيقول لك ادفعي الفلوس، اصل انا نسيت الفلوس في البيت وانستا بيه معلقه. عارفه معاك الجو ده؟ ايوه عارفاه طبعا، بس ده اقل الاضرار. ما ده اقل اضرار طبعا، بس ضرر يعني ضرر بس في الفلوس يعني هو خسرني نفسي وخسرني اهلي وخسرني صحابي. ما هو لو كل ده هنضربه بالنار يعني. يا ريت هتيجي على الفلوس. طيب لو غلطان غلط واضح وبيقلب الترابيزه عشان تعتذري، اللي هو مثلا ده لازم. دي بقى نقطة أساسية، لازم عندهم تعتذري. هو ما يعتذرش، هو لا يخطئ طبعا. ده اللي هو التوكسيك. بس لازم انت مش بس تعتذري، انت تعتذري وتندمي. يعني لازم الإحساس بالندم. يعني تقولي كلمة أنا آسفة. مش هتقولي أنا آسفة وخلاص. لا أنا مفيش أنا آسفة دي. أنا آسفة وندمت. أنا إزاي أشوف موبايلك وأنت بتخوني؟ وتبت ولن أكرر هذا الخطأ. يعني هو مش أسف اللي هو أنا آسف بقى وخلاص يعني. لا ماشي، خلصنا الفقرة دي، نخش على الفقرة اللي بعدها. أسحب تاني؟ نسحب كارت تاني. ماشي يا رب. بسم الله. ريد فلاجز. ريد فلاجز. طيب هي دي علامه واضحه الريد فلاجز عامه، وانه ساعات كتير قوي بنلاقي في حياتنا ان احنا قاعدين بتحصل لنا مشاكل كتير او كده، او ببقى عارف ان الشخص ده فيه علامات واضحه، بس تلاقيني رايح له ولا كاني شايف حاجه، اللي هو انا هانجوي، انا هتبسط، اصل بحبه. دي حاجه طبيعيه يعني؟ هل ده طبيعي يعني؟ هي مرايه الحب عاميه مثلا؟ لا مش طبيعي، هو للاسف يعني دي بقى مش غلطه الشخص التوكسيك بس. يعني من ناحيتين، من الطرفين. طب غلطه التوكسيك احنا عارفينها، غلطه التوكسيك معروفه، غلطته في بس هو برضه بيختار ضحايا برضه المناسبين ليه يعني. فالضحيه دي بتبقى جايه برضه، ده من حالات كتير قوي شفتها. ضحايا من العلاقات دي بيبقوا اتربوا تربيه يا اما ضحيه لاب وام نرجسي فعلا، فهو متعود على النمط ده، مش شايفه حاجه غريبه، يا اما هو شال مسؤوليه كتير. يعني مثلا كان مسؤول عن اخواته ومسؤول عن شال مسؤوليات كتير وهو يعني صغير، ده مبرر وصبر وسكت وكده ونسي نفسه، فما بقاش شايف اوريدي نفسه. يعني هما بيبقى ليهم سمات، الناس اللي هم الضحايا دول بيبقى ليهم شكل كده وصفات، ليهم سمات بيبقى طب زي ايه بقى؟ زي احنا عرفنا خلاص ان هو شال مسؤوليه مثلا كتير وعايز يفصل،
او انه الجزء التاني فشايف تربيه. ان احتياجاته دي ما لهاش اعتبار مش او مش مهمة. مهمه. المهم مم. يرضي اللي حواليه. لازم ارضي بابا وماما حتى وأنا ممكن آخر حاجة. يغير دراسته عشان يرضي بابا، يغير آه. يتجوز جوازه مش عاجباه عشان يرضي مامته. كل احنا ده كده هنعمل مشاكل لو حد لو حد قال لابنه لا مش هينفع تخش الكليه دي، لا، ما هيقول هو لك الاب والام برضو اللي بيستحوذوا ويتحكموا آه. في اولادهم، ده مش حب صح. فيه خلل برضو. بيوصل حتى مع انه معقوله، حب غريزي. بيوصل معقوله انه ممكن يحصل يعني له القشره ازاي دي. تقول حب غريزي وبقى توكسيك ازاي؟ ما ده اللي بتكلم فيه، انه لا. يوصلوا بالمرحله دي. ايوه وصلهم للمرحله دي اصل هو احنا مش هنعيش لهم في الاخر طول العمر. ده طبعا. فهو هيخرج من تحت سيطرتي، هيخش تحت سيطره لازم حد تاني. يعني انا اللي عملت فيه كده. بيبقى عنده احتياج ان هو يعمل كده. يعني انا النهارده بابايا ومامتي مثلا مسيطرين عليا، فهخش في علاقه، فانا محتاج حد يدخلني برضو يبقى مسيطر عليا ويبقى ليه الابر هاند. ايوه ده النمط اللي انا عارفه. يعني ده حاجه كومن انا عارفها في الجراوند عندي، فمش مستغربها وشايفها حب، لان اكيد ماما كانت بتحبني. صح. طيب خلينا نسال السؤال التاني. هو بقى ريليتد بالسؤال الاولاني، انه ليه في بنات كتيره قوي تلاقيها تخرج من علاقه توكسيك؟ ده كنت هكمل انا في السؤال الاولاني نفس النقطه وتقوم دي. رايحه شايله شنطتها وحاجتها لازم تخرج وراح سخير سألون توكسيك. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك في الصالون. لا وهي دور عليه، يعني هي تروح هي ما بتدورش غير عليهم. فهل هي مغناطيس عندها زي ما حضرتك قلت بالظبط، ده تعبير مغناطيس حقيقي جدا. ولا محتاجه ان احنا نركب لها رادار كرامه او نركب البنات ده رادار؟ يعني بالراحه على نفسك انت، يعني انت خرجت من ده لده لده راح فين يعني؟ خد بقى تعالى خد نفس. لا، ما هو المشكله انك لما تخرج من العلاقه توكسيك لازم تتعافى، تتعالج وتتعافى. ليها مراحل منها، ليها مراحل كتير طبعا. زي ايه مثلا ابسط حاجه؟ فاللي بيخرجوا من غير ما يتعافى فهتلاقيه طبيعي لازم هيبقى المغناطيس ده شغال عنده. فهو التعافي هو اللي بيفك المغناطيس ويرجع رادار الكرامه. مش الكرامه على فكره، هو بس يعني يصلح صورته المغلوطه عن نفسه بس. طيب علشان انا بسال السؤال ده ليه؟ لانه انا اكتشفت انه بنتكلم كتير قوي بنتباهى انه انا كنت في علاقه وعرفت اعمل موف اون بسرعه، عرفت اطلع منها بسرعه. بحس انه ده مش حاجه صح ان احنا نعملها. لا مش صح. فهي ليها مراحل بتبقى شبه ايه مثلا؟ لازم يرجع لنفسه، يعني يعرف اخطائه واخطاء الطرف الثاني وطبيعه العلاقه دي كانت ايه وحاجات كتيره قوي، ويفضل بعد كده يخش يعني الطبيعي. لانه انا عارف ان المدد بتفرق. انا ممكن اموف اون بسرعه، خلاص انا كنت عارف واخد قراري، يعني قبل ما بنفصل عن الطرف الثاني او شريكي ببقى واخد قراري، بقى محدد خلاص انا غلطت في ايه والحاجات دي كلها. فخلاص انا خدت قراري خلاص. فده كده دي مرحله، دي مرحله وممكن فعلا يخلصها قبل انهاء العلاقه عادي. قبل انهاء العلاقه. انما العلاقه التوكسيك بالذات التخلص منها صعب للاسف. هي مش علاقه اصلها عاديه، هي بتاثر على هرمونات، يعني السبب فيه سبب عضوي إيه كمان اللي بيحصل، بتاثر على هرمونات المخ وكده. يعني يبقى توكسيك ومرمطنا ويجيب لي خلل كمان. في يعني هو في الاول الحب والاهتمام والحاجات دي، فبيعلي هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعاده. ويجي يسحبه في زي ما قلنا بقى الاون والاوف والصمت العقابي والالعاب التانية اللي بيلعبوها، فبيزود هرمون تاني الكورتيزول، ده هو هرمون التوتر. فبقى توتر وعايزه ارجعه وعايزاه ما يبعدش عني تاني. ممكن يعمل له شكل من الادمان. ايوه ادمان زي بالظبط الادمان. ما هي ليه توكسيك زي المخدرات. سم دخل الجسم فعلا، فتفضل متعوده عليه. فالخروج منها مش بالسهوله الموف اون السهل ده. لا لازم يلا بينا، لازم نعدي بخطوات التعافي. وبتبدا دايما بالوعي. هو بس يوعى لطبيعه العلاقه ويوعى لقيمه نفسه. الموضوع بيبقى سهل جدا. طب هل بتحسي انه دي موضه بين الولاد والبنات، انه انا عايزه ولد باد بوي وبتاع المراهقين بقى بحس انها موضه اكتر منها من القصه دي في التوكسيك. لانها برضو بتجذب توكسيك. ما رايحه فين؟ ما انت ما بقتش مختاره باد بوي. بالظبط. ممكن في مرحله المراهقه يعني، بس لما بيكبروا بيفهموا. عشان كده عجبني قوي مسلسل ميد تيرم، عشان بيوعي المراهقين في مشاكل. كانت في مشاكل كتير، في فعلا في وسطينا ناس كده بتأذي يعني. طيب نبدا السؤال اللي بعده. يلا بينا. اسحب كارت تاني. نسحب كارت. احنا نقعد نسحب كروت لحد ما تخلص. حلوه. لاف بومبينج، قنبله الحب. لاف بومبينج ينفع اسم فيلم. فيها مشاكل كتير قنبله الحب دي. بتبقى ايه؟ حلاوه البدايات ولا بتبقى ايه؟ ما هي دي اللي بتزود الدوبامين اللي حلوه، الحبه الحلوين بتوع الدوبامين، الحبه الحلوين اللي هم في الاول هرمون السعاده. بينتهوا في اول 5 ايام. لا والله ممكن يقعدوا اكتر حسب بقى. طيب خلينا نسال السؤال اللي ليه علاقه بالكلام ده. بيقول لك ليه في الاول
بيبقى الدنيا ورد وشوكولاته وكلام يخلينا نفضل نطيرين بقى، وقلوب تترسم في عينينا والقصص دي كلها، وبعدين نقوم مبروزين في الحيطه بعدها، يعني مفيش شويه هتقوم على الحيطه خلاص وقعتي في الحب. نفرق ازاي بين اللي بيحب بجد وبين اللي بيعمل لنا غسيل مخ علشان يسيطر؟ سؤال حلو جدا جدا. ما ده يرجعنا بقى ما من المرمطه الواحد مرمطه لمفهوم الحب. ما مفهوم الحب بقى الحقيقي ايه؟ ان لازم ابقى على طبيعتي على الاقل في العلاقه، اقدر اتصرف على طبيعتي من غير فلتر. انا من غير فلتر. فده مش ممكن يتوفر مع حد توكسيك. ان انا حر، ان انا اغلط، ان انا مقبول بعيوبي بمميزاتي. ده بيبان في الاول يا دكتور؟ يعني وانا قاعد كده ممكن اعرف في الاول اذا كان هو بيحبني فعلا بجد ولا بيعمل ده علشان يسهل السيطره عليا؟ لان هو ما بيعرفوش يخبوا كتير، يعني الدافع لازم هيبان في الاول على طول. طول في تصرفات زي المواقف اللي قلناها ممكن تبقى طبيعيه فعلا، اللي هي الطعز، اللي هي الغيره. انما مش هيخبي على طول. موقف اتنين هيبينوا، يعني هيطلع يبان على طول، فيبتدي يعرف على طول اذا كان بيسيطر. وهي هتلاقي نفسها على طول متوتره، على طول خايفه تفقد، على طول يعني متعلقه بيه زياده عن اللزوم. كل دي علامات من نفسها هي تبان. طب هل عدم الارتياح او احس ان انا تحت ضغط في العلاقه، هل ده مؤشر قوي جدا ريد فلاجز؟ طبعا انه ده خد بالك ده غلط. انت مش مرتاح. اي علاقه المفروض انها هي معموله عشان، حتى لو صداقه مش حب يعني. ما طبعا صداقه ليه عشان مثلا كان صداقه تزودنا، مش عشان تكمل نقص فينا. اي علاقه يعني انا واخداها عشان بيكمل نقص عندي، فهي علاقه. طب بما اننا حضرتك قلت دلوقتي مفهوم الصداقه، هل برضو القصه دي برضو تمشي برضو مع الصداقه؟ ان انا ببقى مهتم وان انا احاول ادي لك السبورت، ان انا احاول اسمعك، وبعدين مره واحده تلاقيني في الموقف تلاقيني مش موجود. مفيش بقى انت تدوري عليه بقى يا احمد انت قلت على هنا نروح فين؟ كان هنا من شويه. ايوه فعلا. دي برضو من ضمن الحاجات الصداقه، من ضمن الحاجات طبعا. وبتاثر الصداقه اكتر من الحب اظن في الخذلان بتاعها او حاجات زي كده. بتوجع اكتر طبعا. الخذلان مش الخذلان، مش الواحد بيقول كلام بس. والاذى يعني انا عامل صاحبك وسند وظهر وتلاقيني من وراك بقى بتكلم عليك، باذيك او كذا. ده برضو نفس القصه برضو. خد بالك انه ده مش صح ان انت تكمل في علاقه الصداقه دي. بالظبط. مع ان انت شايفه ملاك مزعل، عشان كده بقول لك التمثيليه كانت جميله قوي. من الترم دي كانت جميله صراحه. من المسلسلات احنا يعني. بقى جيلنا للاسف ما كانش على ايامنا الوعي ده. لا ما كانش خالص. احنا كنا احنا لبسنا في الحلم بجد. فانا مبسوطه انهم بيوعوا الجيل الجديد. ايوه بالظبط. ماشي. طيب انا اسال سؤال تاني. اتفضل. بيقول لك برضو لما في بدايه العلاقه فيقول لك انت فين، كلمتي مين، لابسه ايه، رايحه فين، جايه منين؟ هل ده بيبقى حب وخوف، ولا دي اول صفحه في كتاب سيطره توكسيكيه؟ والله حسب الدافع. يعني لو هو الدافع انا بطمن عليكي عشان ابقى عارف انت فين لو احتجتي حاجه، فممكن يبقى طبيعي. يعني ده يتحط تحت الاختبار. ده برضه هنحطه تحت الاختبار. طب هو سؤال، بس قلت الدافع مش في الدار كتير، يعني موقفين 3 هتعرفي هو بيعملها بدافع فعلا بتبان من طريقه السؤال الاطمئنان ولا بدافع السيطره. تبان من طريقه السؤال من الموقف نفسه. لا تبان ان انا بقول لك مثلا انت فين. أيوة. طب لا افتحي لايف دلوقتي، ابعتي شير لوكيشن، صوري لي المكان اللي انت صوري لي المكان اللي انت قاعده فيه. لا ده كده دي سيطره. انما عشان طمنيني طب الطريق كان عامل ازاي. طب خدي بال حضرتك برضو، وانا كنت بتكلم مع حضرتك قبل ما حضرتك تشرفيني هنا، كنا اتكلمنا عن الحته دي انه بقت سهل قوي ان انا اقول على حد توكسيك ممكن يكون بيعمل تصرف عادي. يعني لا على فكره هو المصطلح انتشر قوي، يعني بقوا بيطبقوه على كل حاجه. على التوكسيك في الاخر هم 4 انماط من اضطرابات الشخصيه، من الاضطرابات كلها، مش كل الاضطرابات حتى. فهم يعني محددين قوي. هم صح كتير بس مش للدرجات دي، مش يعني للدرجات هم مزودينها برضه. بس انا قصدي اقول ان السؤال ده زي ما حضرتك قلتي ممكن يبقى اهتمام عادي، وده مش خطر. لا انه بيقول لك طب انت فين، بالعكس. طيب رحتي، طب لبستي، نزلتي، رحتي شغلك، بيطمن عليا وبيهتم بيا، ده كويس. انما لو اصل احنا برضو الناس اللي بتبقى متجوزه الزوج برضو بيبقى عنده كلمه كده بيقلق منها قوي. انت فين دي؟ خلاص انا كده على القهوه. انا كده راح شايل كفني ورايح البيت. ايوه هي مشكله عندكم بقى. لاش علاقه. ايوه تبقى عندنا طبعا اساسي. زي باسورد الموبايل مش مشكله عندكم برضه. زي باسورد الموبايل ما برضه يعني ايوه هي ليها حق تاخد الباسورد الصراحه يعني. طيب في ناس لما بنيجي نخش في العلاقه بيديني بواقي اهتمام، اللي هو كل يومين كده رحت الشغل، طيب تمام. انت ما اتكلمتش ليه وانت في الشغل؟ مشغول عندي شغل كتير ما عرفتش. عارفه حضرتك اللي هي بواقي الاهتمام اللي احنا بناخدها ما بتبقاش الاهتمام كامل، يعني تحس ان هو بيعمل حاجه تأدية واجب.
هل ده بيبقى مؤشر لعلاقه توكسيك، ولا ده ممكن يكون انه فقد بقى الشغف بقى ان هو يحب، او مش عاجباه العلاقه، او مش مهتم؟ ما هو من الاول يعني بيعملها كده فتافيت. لا، ما لو من يرمي لي شويه لو فتافيت يعني. ممكن سواء بقى من الاول او في نص العلاقه برضو، عشان نوضح، لانه واضح انه بما ان حضرتك ذكرت الحته دي، فواضح ان دي حاجه ودي حاجه. دي حاجه ودي حاجه. لو هو من الاول بقى طبعه كده يعني يعني. طب ده عادي يعني، هو ده عادي؟ انما بيبقى لو بني آدم اتغير كده؟ يبقى فقد الشغف يعني، ده منطقي. طب ده بيبقى عادي يا دكتور؟ وفي اللي بيعملها زي ما قلنا، اللي هو يعني الادمان. بيلعب بديكي اللي هو اون واوف. شمه النهارده، نص شمه النهارده، اللي هو عشان لما اعمل حاجه يبقى يا ابن اللذينه ايوه يا جامد، ايه يا ده؟ جامد. ايوه، ما انا ده لسه قال لي مديكي اهو، كل سنه مش لسه وانت مديكي شويه طيبه. فتافيت. ايوه بالظبط بالظبط، قال لي صباح الخير. طيب الاهتمام ده لما بيبقى في الاول احنا قلنا خلاص ده توكسيك، انما لو في النص ده بيبقى فقدان شغف، هل ده ممكن يبقى مشكله ما بين الطرفين، ولا ممكن طرف واحد بس اللي يتحملها؟ لا يعني، لا طبعا بيبقى مشكله بين الطرفين. يعني ان هو فقد الشغف، ما هو اكيد عنده مشكله برضو. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا اللاف بومبينج. اوكي، ندخل على اللي بعده. يلا بينا. جاز لايتنج، التلاعب النفسي. ماشي. ماشي. طيب في الجاز لايتنج او التلاعب النفسي، احنا بنواجه شخصيه توكسيك بغلطه، فتلاقيه تملي يخرج من القعده لا عارفه تمسكيه ان هو غلطان، وتحس يا عيني ان جالك تهيؤات وانك ظلماه، وانا ازاي بني ادم وحش كده، واروح له اعتذر له واسف واتحايل يعني احنا داخلين في مراحل وهو غلطان. فدي بتبقى ايه يعني؟ هل بتبقى مقصوده، ولا هو طبيعه شخصيته ان هو بيحب انه يبقى مسيطر؟ هو بيقدر يعني، سبحان الله، عندهم القدره على غسيل المخ يعني، للدرجه دي؟ يخليكي انت دايما انت اللي غلطانه، في كل الاحوال هتطلعي انت اللي غلطانه. انت اللي غلطانه، ولازم تعتذري، الموقف مش هيخلص الا باعتذار وندم زي ما قلنا. طب ده بيبقى الشخص بقى اللي حصل معاه القصه دي، بيبقى تفسيرها ايه يعني؟ هو اللي يقبل اصلا بحاجه زي كده يعني؟ حضرتك مثلا شايفاني وانا بخونك، شفتيني قاعد مع حد مثلا كذا، فقمت قالب عليكي الايه انه انت ازاي بتراقبيني، انت مش واثقه، انا مش هقول لك هي مع مين، خلاص هي كانت شغل، مش هقول لك انها شغل. فازاي انا يعني ايه؟ اكيد بيبقى عندك شك في نفسك ان انت ايه ده، وانا لا، ما هو المراقبه دي حرام، ده ربنا حرمها، ده يعني انا عملت حاجه حرام. ايوه، اللي كلنا بنقولها. فهي عملت جريمه. انا حاسس ان احنا هنبوظ البيت بعد. اكيد الخيانه مش حرام بس. لا، هم ليهم طريقه في الاقناع فعلا، وفعلا عشان كده هي بتيجي يا عيني ضحيه دي بتيجي مدمره يعني، انا هاخدها مدمره مهلهله، عارف اللي هي مش عارفه هي مين، ما جاتش اصلا، مش عارفه هي عايزه ايه، مش عارفه يعني مهلهله ضعيفه خلاص، ما فيش. بس انا شفت فيديو ليه علاقه بالقصه دي، بيدمرها فعلا نفسيا، وبيدمر شخصيتها، وبيدمر كل حاجه. كنت بقول لحضرتك شفت فيديو ليه اسمه فيكس هيم، اللي هو كان بنات تطلع على تيك توك وتقول لك طب انا افيكس هيم ليه؟ كان فيكس هيم. انا افيكسه ليه؟ طيب انا ذنبي ايه؟ فده السؤال. ما معكيش شاكوش ولا فك ولا حاجه. فده سؤال برضو. بحس انه ساعات البنت او الولد لما بيقابل مثلا شخصيه صاحبه او حاجه، ويلاقيه ان هو اتاثر بموقف، وتلاقيه ان هو خداك جلاله قوي، لا انا هدخل معاه في علاقه واصلحها، وهغيره وهخليه احسن طبعا ده بيبقى حماس البدايات، وبعد كده تكتشف بس التوكسيك ده مش حاجه، مش مرض نفسي يعني، ده اضطراب في الشخصيه يعني، الشخصيه اتكونت غلط من الصغر يعني، زي تعمل كيكه تحط ملح بدل السكر، دخلت الفرن يعني والله ما هتبقى حلوه، والله ما هتبقى حلوه، والله ما هتتاكل ولا هتتصلح ولا هتفكست خالص. وهو صعب للدكاتره النفسيين انهم يعالجوه، فمش ممكن شخص عادي ابدا. بيبقى صعب اصلا الدكاتره يعني النفسيين انهم يعالجوا هو اصلا ما بيلجاش للعلاج، لانه غير معترف، ان هو غير مستبصر يعني، ان هو مريض ولا مضطرب ولا انا زي الفل، انتوا اللي عندكم مشاكل، انا زي الفل، انتوا كلكم وحشين. حتى الدكتوره مجنونه ان مش ما تعالجنيش، ده ضرب مفك في المجتمع. يعني يا ريت يلجأ للعلاج عشان فعلا يتعالج وننقذ المجتمع منه. طب تقولي ايه البنت او الولد اللي عايزين يخشوا علاقه ويصلحوا اللي قدامهم؟ ما هو انا بقول حتى لو صحاب، لو حتى راح لدكتور فهو علاجه صعب، فانت كشخص عادي تحرقيش بنزين، ما تحرقيش صح خالص خالص يعني، على الله يعني ما خلص الدنيا. ايوه بالظبط، تجنب الشر احسن. يبقى ده كارت خلصناه. نبدأ في اللي بعده. يلا بينا. آخر واحد. ماشي. الرجوع للموضوع. حلوة. حلوة. ده سؤال صراحة يعني، حاجات بتحصل لنا كلنا.
بعد الساعه 12 بالليل في شخصيه تانية بتستلم الشفت مننا، اللي هو انت صح الفل بقى، انت تعالى عليا ايوه انا بقى الفرفوش اللي هو في اللاواعي، ما بيكون العقل الواعي خلاص دروخ، ايوه صح، اشتغل لنا اللاواعي بقى تعالي فتلاقي نفسك بقى عملتي انبلوك للناس كنت عامله لهم بلوك، بعتي لحد انت مش عايزه تكلميه. ساعات كتير قوي مش بيقول لك ناس كلام الليل مدهون بزبده، انت تصحى الصبح تفوق بقى هما كان عندهم وجهه نظر. ايوه يعني ممكن الناس تصحى الصبح تبص ان انا دخلت او صرح بمشاعره لحد غلط، هو عارف انه مش هينفع. ده طبيعي. ده سببه ايه يعني؟ يعني بجد والله الشخصيه دي بتطلع ليه اصلا، اللي هي الشخصيه اللي بتمسك الشفت مننا اللاواعي، ما انا بقول لك العقل الواعي بيتعب يا عيني وينام، فاللاواعي لنا اللاواعي بقى افكار. طب اللاواعي بقى اللي بيطلع uncontrollable يعني. طب اللاواعي اللي بيطلع ده بيبقى نقدر نقولها انه شخصيه توكسيك، ولا ممكن يكون اللاواعي هو عايز يعمل حاجه انت حاطط له عليها قيود وانت في شخصيتك العاديه بالظبط، عقلك الواعي حاطط له القيود دي، يلا نكسر القيود، فنام فاحنا هنكسر القيود بالظبط. تمام. في ناس كتيره قوي بتحب انها ترجع للاكس بعد ما تخلص العلاقات او تخش في علاقه مش كويسه، فيقول لك انا هرجع للاكس اللي هو التوكسيك. بغض النظر بقى، بس هو تلاقيه يرجع طب رجعت يا ابني ليه؟ يقول لك اللي اعرفه احسن ما اعرفوش، ما عرفناه خلاص، ما عرفناه خلاص. السبب ده بالنسبه لحضرتك مستفز؟ لا مش مستفز يعني، ما فيهاش حاجه لو هو شخص كويس وكان ظروف او حاجه يعني، فممكن نرجع، انما لو توكسيك لا، انما لو توكسيك انتوا الاثنين تتعالجوا. ايوه، بدليل ان ربنا قال الطلاق مره واثنين وثلاثه، فمعنى كده ان احنا بنراجع نفسنا وممكن نرجع. ماشي، خلينا ناخد سؤال علامه استفهام. اوكي، ناخد فيه سؤال واحد، اتفضلي. اعترافات خبيره. انا عاجبني العناوين اللي حضرتك عاملاها. طيب هنسال ده سؤال سريع علشان نديكي فرصه تساليني السؤال اللي حضرتك عايزاه. اوكي. طيب هل حصل قبل كده ولقيتي حد من قرايبك لابس في علاقه توكسيك رغم كل المعلومات اللي عندك؟ يعني انا مثلا لو حضرتك حد من اصدقائي المقربين، فاكيد خبيره يعني هاجي اقول لها خدي بالك ده حصل كذا بتاع، فهل حصل حد قريب منك جدا؟ كتير صح؟ قوي يا نهار اسود، كل القريبين. مش عايزين السؤال ده، مش هنسال. ايوه، معظم القريبين للاسف يعني، ده من اسباب ان انا حاولت ادرس المواضيع دي عشان اساعد كل الناس. بيبروزوا بيبروزوا صح بكل المعلومات. بقول لك احنا الجيل بتاعنا بحاول طبعا اوعي على قد ما نقدر، وفي اللي طلع وفي اللي لسه في مرحله التعافي بالظبط ولسه يعني. طيب ناخد سؤال بقى الجوكر. لو عايزه تساليني اوكي اسحبي الكارت، هتلاقيه بيقول لك اساليني اي سؤال. انا عايزه اقول بس نقطه اخيره طبعا قبل سؤال الجوكر. المشكله اللي دايما اللي بتصعب بقى التعافي بتاع الضحيه ده، انه بيبقى متعاطف مع الشخص التوكسيك. ما دي بتبقى مشكله برضه، دي مشكله، التعاطف ده برضه. فانا عايزه يعني نفسي اقول للناس ما نتعاطفش مع الناس دي، يعني بتبرر التصرفات دي على انها حب وكده زي ما قلنا، فبتتعاطف معاه، ما هو بيعمل كده عشان بيحبني، فبتتاذي انت نفسيا، فانت بتتاذي. ما هو بالظبط، الحب والاذى لا يجتمعان يعني، مش ممكن. ناخد بقى سؤال دلوقتي، حضرتك المذيعه. ايوه ونضيفها اهو. ايوه مساء الخير، ازي حضرتك؟ اسالي بقى اي سؤال. ايوه اسالك سؤال بقى يعني يهمني انا بقى كدكتور. قول لي حاجه بتعملها تخرجك من المود الوحش مثلا. انا اكيد بيجي لك ايام مود بتبقى وحش. ايام مود او قبل ما اجي بصور حاجه مهمه او بعمل حاجه مهمه، انا لازم اروح الشغل الصبح وانا رايح. لازم ببقى مشغل الكاسيت بالعربيه على الاخر، ومشغل اغاني مالهاش علاقه ببعض ولا بمودي ولا بشخصيتي، بس علشان افصل. يعني ببقى قاعد انا عايز افصل فبعمل كده. ولما بيبقى عندي ستريس كتير في شغل، ايوه ما انا هطلع هوا وبتاع، ما ينفعش اطلع لا بقى يعني يعني احتمال اعقب في العربيه. ولما ببقى عندي ستريس كتير، ام كلثوم وحاجات تهدي ولا لا هقول للناس. طيب بسمع ايه؟ طيب بسمع سعيد مكاوي. الله، طب حلو جدا. وتلاقيني بقى الصبح بقى الله يا شيخ سيد مندمج جدا يعني. طب حلو، فعلا بيأثر وبيغير جدا. انا اليوم اللي ما بروحش اعمل فيه كده بحس ان انا لازم افصل. طب كويس. غير كده بقى تلاقي الموبايل بتاعي فيه جيمز ملهاش اي علاقه بالواقع، بلعبها بس علشان بعد ستريس كتير لازم، ما هو مش عايز افكر، فبشتغل بجيمز. فلو حد شايف ان انا ممكن ينفع حد يقلدني اتفضلوا. طبعا، ما انا قلت اسالك عشان كده، عشان الناس تستفيد بالتجارب. ميرسي قوي، انا اللي اتبسطت جدا مع حضرتك. في اي حاجه في الاسئله رايك فيها ايه؟ لا كله. والبودكاست اللي احنا فيه رايك فيه ايه؟
لا كله كويس الحمد تمام. لله. بجد اسعدتني قوي، سعيده باللقاء ده. ميرسي جدا ويا لحضرتك رب والله، الناس تستفيد. إن شرفتيني شاء الله. ونورتيني، ومتشكر جدا لحضرتك ان حضرتك شكراً. نورتيني. شكرا ميرسي. باي.